الحاضرين في الاجتماع هذاك الوحيدين اللي قالوا الحكايه هذه. علي سرياتي 26 سنه خبره في الجيش التونسي. خرج من الجيش التونسي 12 يكلم شو اسمه الجنرال طيب العجيمي تاع الطيران ويقول له الهليكوبتر اللي باش تطلع حط فيها واحد حكيته. لا ما فما حاجه ما قلتوهاش. حتى سيد احمد شبير ما حد. هذه فما بطاقه الاهتمام سري الى السيد وزير الدفاع الوطني من السيد احمد شبير، من الجنرال احمد شبير موجوده عندنا. ويقول فيها وانه سجل في من 14 الى يوم 16 خلالها قيام افراد من جهاز الامن الرئاسي بعمليه طلق نار على المواطنين ودمويات الجيش الوطني وقوات الامن. وهذا وتم التحفظ على السيد علي سرياتي المدير العام الاسبق للامن الرئاسي والقاء القبض على مجموعه من اعوانه وتم التحفظ عليهم بحملات الايقاف بالقاعده العسكريه. الجنرال شبير مصح له. اي شفتها. يقول توفر أن مجموعه ارهابيه تمكنت من التسلل عبر الشريط الحدودي على مستوى رديف. تمت بمنطقه راس الكيف محاصره مستودع قرب القاعده الجويه بقفصه يتحسن بها 14 فرد غرباء على المنطقه ويستعملون سياره معده للكراء نوع كذا كذا، وقد تبين انها الملك المدعو فلان فلاني، وبمداهمته ضبطه بصدد اجراء اتصال هاتفي مع اجنبي على الرقم كذا كذا كذا، وقد اتضح انه من بين ال 14 فرد المدعو فلان فلاني مع الاشاره وان المعني تورط سنه 2008 في الانتماء الى تنظيم ارهابي. هذا يتابع راهو الاوراق اللي تحل بهم علي سرياتي.